مساء الفل يا ست الكل. النهارده هنتكلم عن مشكله الكوبايات المجيره اللي بتطلع بالشكل ده. بتطلع فيها خطوط بيضه ومجيره وعليها نقط بيضه، مش بتطلع الشكل دي، بتلمع كده. دي الكوبايه المفروض تطلع من غساله الاطباق بتلمع بسبب الملمع والملح اللي موجود. طيب ليه هي بتطلع كده؟ اول حاجه، مفيش ملح كافي في غساله الاطباق، مفيش ملمع كافي في غساله الاطباق، بالتالي بتطلع بالشكل ده مجيره. اسباب كتير انا هقول لك عليها ليه الكوبايات بتطلع منقره ومجيره. الماء العسر، يعني ايه الماء العسر؟ يعني نسبه الاملاح فيها زياده. يعني ممكن زي اللي على البحر مثلا، مش زي اللي قاعدين في القاهره. تمام، نسبة الأملاح هناك، المياه اللي في القاهرة مثلا مياه نظيفة، نسبة الأملاح قليلة. طب اللي عنده نسبة أملاح زيادة يعمل إيه؟ ممكن يركب فلتر قبل مدخل الغسالة. لو أنت بتستخدم إقراص، الإقراص بتغني عن الملح وبتغني عن الملمع. طب لو أنت عندك ماء عسر مش هتغني، يبقى أنت بدل ما تحط ملح زيادة مع الإقراص تحط فلتر قبل مدخل الغسالة، ده أفضل. طب واللي ما عندوش إمكانية يركب فلتر يحط ملح. حتى لو بيستخدم اقراص، بيستخدم اقراص، حط ملح وانت بتستخدم اقراص، بس ما تحطش ملمع، لان الاقراص فيها تحتوي على ملمع. احنا دلوقتي عندنا التغيير على الكوبايات والكاسات. نحل المشكله دي ازاي؟ الاسباب والخطوات بتاعتها. اول حاجه الملح. وجود الملح لازم يكون موجود، ملح كافي موجود طول الوقت. ده علشان خاطر الميه بتحتوي على كالسيوم ومغنيسيوم، دي بتتفاعل بتعمل نقط وتغيير. اللي بتحل مشكله الكالسيوم والمغنيسيوم ده اللي في الميه الملح. تاني حاجة الملمع اللي هو مساعد الشطف، وده وظيفته بيساعد على توزيع المية بشكل جيد علشان خاطر ما يعملش بقع بيضة على الكاسات. تالت حاجة درجة حرارة المية العالية، وده طبعا بيسبب التغيير في الكوبايات والكاسات. لازم درجة الحرارة تكون أقل من 55 درجة. طب هنعرف ازاي؟ البرامج كلها مكتوب عليها درجة الحرارة. هاتي أي برنامج أقل من 55 ويكون وقت مش طويل قوي علشان خاطر تحافظي على الكاسات. وغالبا مش غالبا، ده دايما كل الغسالات عليها برنامج للكاسات مخصص. السبب اللي بعد كده عدم فتح باب الغسالة. طبعا لا مش الصدى خالص، انا بتكلمش على الصدى، احنا عملنا فيديوهات عن الصدى، انما احنا دلوقتي بنتكلم لما البرنامج بيخلص لازم تفتحي باب الغسالة فورا، علشان لو ما فتحتيهاش البخار بيتجمع في الكاسات والكوبايات وبيعمل نقط بيضة وخطوط بيضة مش بتتجفف. كان في حاجة، في انواع من المساحيق بتعمل تغيير على الكاسات، وفي انواع من المساحيق بتعمل رغوه جوه الغساله، تحس ان في صابون على المواعين جوه، ففورا تغيروا نوع البودر او نوع الاقراص. دي سبب من الاسباب. كده عرفنا المشكله وحلها. اول حاجه الملح، وجود ملح، وجود ملمع. الميه لو في عندك ميه عصر ميه حطي قبل مدخل الغساله فلتر ان امكن. باب الغسالة يتفتح فورا بعد كل غسلة. مسحوق كويس، ملمع يكون كويس، لان في ملمع بيسبب الخطوط البيضاء والتنقيط البيضاء ورغوة كتير جوه الغسالة. فنخلي بالنا يا جماعة كده. ان شاء الله المشكلة تتحل. عند اي حد عنده مشكلة يخلي باله. وبالنسبة للملح، في نقطة، في ناس كتير تقول انا الملح موجود عندي، بس مع الملح مع الغسيل واحده واحده الملح بيكون جوه الميه. انت بتكوني حتى مثلا 4 كوبايات ملح، مع تكرار الغسيل كميه الملح بتقل، ولكن اللمبه ما بتبقاش شغاله عندك. لما يحصل كده زودي ملح حتى لو اللمبه طافيه. دي حاجات كوبايات مجيره، هنشوف دلوقتي هنحطها وبعد ما اديها دوره غسيل هتشوف هتطلع عامله ازاي. انا جمعت الكوبايات اللي عليها اللي مجيره عشان خاطر ايه؟ اوريكم برنامج للكاسات وللكلام ده كله، والتغيير ازاي بشيله ما يبقاش فيه الكلام ده كله. بعد ما خلصنا دورة الغسيل، ادي يا جماعة الكوبايات اللي انا كنت ماسكها مش مجيرة ولا فيها اي حاجة، طالعة زي الفل اهو. ادي الكوبايات بالشكل ده زي الفل. بس اشتغلوا صح على غسالة الاطباق وكل حاجة هتطلع زي الفل معاكم، ما فيهاش اي مشاكل. كل اللي انا عملته الخطوات اللي انا قلت لكم عليها،
اتأكدت من الملح بتاعي، الملمع بتاعي. أول ما الغسالة دورة الغسيل خلصت فتحت باب الغسالة، شفت عسر المية عندي درجته ايه، الكلام ده كله. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وعلى اليوتيوب فيديوهات كتير جدا جدا جدا. شكرا، وان شاء الله تشوفونا في فيديوهات كتير. لو عجبك الفيديو لايك وشير، وان شاء الله يكون يا رب يكون عجبكم الفيديو. شكرا.